مؤسسة حي فاطمة الزهراء تباشر عملها في طرح مشاكل الحي وإيجاد حلول وأبرز قضاياها: 1. حل النزاع داخل سكان الحي. 2. إيقاف البناء العشوائي. 3. حصر عدد الأسر الليبية. 4. حصر الأجانب ومتابعة والتأكد من جميع إجراءاتهم. 5. ملاحقة من يحمل السلاح. 6. إيقاف السيارات التي لا تحمل لوحة معدنية والزجاج المعتم. 7. مشاكل البيئة والمياه والكهرباء والهاتف والصرف الصحي. 8. التعاون المباشر مع مديرية الأمن والتواصل واستئناف العمل من قبل الحرس البلدي داخل الحي للرقابة على الأغذية واللحوم والمخابز. 9. متابعة المظاهر السلبية واتخاذ إجراء حازم مع مرتكبيها. 10. مساندة الأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود. كل هذه النقاط كانت باتفاق شمل كل أسر الحي بتوزيع مستند يقر عليه كل رب أسرة بعد الاطلاع على بياناته وتوقيع المستند والالتزام به. بلغوا عنا العقيد أننا شعب عنيد، لم نعد شعبا خنوعا يا إمام الكاذبين. إنني من ليبيا سوف أثأر ليبيا يا ليبيا. سوف أثأر ليبيا يا ليبيا. فوق أنقاض الظلام سوف أمضي للأمام، سوف أجعل من بلادي قبلة للصادقين. في شراييني دماء، في يدي خبز وماء، ذاك يكفيني لأبقى كي أرد المعتدين. إنني من ليبيا، إن في نفسي إباء، سوف أثأر ليبيا يا ليبيا. إنني من ليبيا، إن في نفسي إباء، سوف أثأر للدماء ليبيا يا ليبيا. فوق أكتافي سلاح، بين أضلاعي جراح، في أناشيدي دموع للشباب الطيبين. يا طرابلس النضال، قد أتى يوم النزال، ليس بعد اليوم إلا أن يكونوا أو نكون. إنني من ليبيا، إن في نفسي ليبيا يا ليبيا. إنني في نفسي سوف أثأر الدماء ليبيا يا ليبيا. يا شباب الانتصار، قد بدا ضوء النهار، فاصبروا صبرا جميلا فالعلا للصابرين. يا شبابا لا ينام، يا مصابيح الظلام، رددوا خلفي جميعا في حماس الثائرين. إنني من ليبيا، إن في نفسي إباء، سوف أثأر للدماء ليبيا يا ليبيا. للدماء ليبيا يا ليبيا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. طبعا هذا يعتبر الاجتماع الثاني لرابطة حي فاطمة الزهراء. الاجتماع الأول عقد الاثنين الماضي
كما حدد يوم الاثنين من كل اسبوع بعد صلاه المغرب اجتماع بهذا المقام. طبعا محضر الاجتماع السابق بسم الله الرحمن الرحيم رابطة حي فاطمة الزهراء عقد بحمد الله تعالى الاجتماع الاول لرابطة فاطمة الزهراء على تمام الساعة 7 مساء من يوم الاثنين 1/4 وذلك بمقر الرابطة بحضور الأخوة الآتي أسمائهم السيد عقيل قارب والسيد عبد الله خليفة، السيد صالح خنفر، السيد ادريس مادي، السيد عبد الرحيم محمد، السيد أشرف عبد الحميد، والسيد عبد الرزاق عبد الله، والسيد عبد الحكيم عبد الله، والسيد أسامة عبد الرحيم، والسيد الحي صالح. وافتتح الاجتماع بشكر الله والثناء عليه وفتح باب النقاش حول عدة مواضيع تهم الحي ومنها مشكلة البناء العشوائي وكيفية الحد منها. وقد توصل الحاضرون واتفقوا على أن يكون هناك بلاغ للسكان عن طريق خطيب المسجد يوم الجمعة حاثهم على الاهتمام بالحي من حيث النظافة والترشيد في استهلاك الماء والكهرباء والتطرق إلى مشكلة البناء العشوائي لما له من مظهر سلبي على الحي بالكامل. كما تم الاتفاق على مخاطبة الشركة العامة للمياه للنظر في مشكلة المياه في بعض المساكن بالحي وأعدت رسالة بذلك. كذلك تمت مخاطبة الشركة العامة لحماية البيئة وذلك لتسجيل المناطق الخضراء بالحي حفاظا عليها من السلب أو تحويلها إلى مكب للنفايات وأعدت رسالة بذلك. تم تكليف الأخ موسى خالد والأخ فرج بن ناصر بموضوع التعداد السكاني للحي. انتهى الاجتماع على تمام الساعة 8 مساء على أن يكون الاجتماع القادم يوم الاثنين من الأسبوع القادم كما هو متفق عليه والله ولي التوفيق. طبعا هذا محضر الاجتماع الأول. اجتماعنا اليوم هو يعتبر الاجتماع الثاني. احنا كما قلنا في خطبنا يعني جهتين مهمات، يعني عندنا المياه وعندنا البيئة. ووافقوا طبعا في حاجات تكلمنا عليها من ضمن التسييج والنظافة. حتى الأستاذ فرج عبد الرحيم الحي كان متعاون معنا وحدد ان ممكن الايام الجايه يبدو في نظافه الحي بصفه عامه يعني. طبعا من ضمن الاخوه اللي حضروا معنا اليوم واللي كان موقفه حقيقه جيد يشكروا عليه اللي هو الاخ سالم. لما مشينا له وكلمناه عن موضوع السياج اللي دايريننا قالوا اللي تدوها نحن فيها حقيقه ما عارضوا ولا قالوا لا. طبعا هم عرضوا مشكله تبقى العسل عندهم سياره قبل ممكن صارت مسرقه وحاجه هيك ويبقوا مكان هم على الاقل زي حديقه يعني السياج بسيط ويحطوا فيه حاجات تبقى هم خايفين عليها وفي نفس الوقت يحمينا من الحوش وفعلا لاحظنا حتى مكان نفايات كان دايرين له الزاويه قاعد يوم قاعد مضبوطه. لا كان اليوم من هذا والهكذا الورقه اللي اعطيت لك من النظام الاولي قصدي يعني احنا ماناش مثلا واخذينها غصب كذا ولا كذا. لا صح اجراء من النظام الاولي وتعطينا فيه ورقه والورقه قريتها بروحك وقلت لك تجي للجماعه وترى هذه قصتنا والمشكله صارت معنا والله العظيم يجي في جنب فيهم حشاكم كلاب وساعي ويعزقوا في جنب الحوش وقصه السياره اللي سرقت حكيت لك عليها. نحن ماناش بانيين على اساس اننا نبغوا نثقلوها بمبنى نسترزقوا من وراها ولا كذا. اللي يجي يحزر علينا الوسخ والسراق ومفتوحه يا عبد الرزاق. الخطه الوحيده اللي درناها ان لما خذينا الموافقه ما درنا السياج فالناس شو داروا وقالوا هذول لما قبل ثوره 17 فبراير يبوا يهلتوا خلاص نظام الهاله تضيع. فهمت ولا لا؟ والورقه راهي قاعده بالحوش. لا تو صادق الدسلومه وما عندنا شريك غير بلكي نهائي وعائلتنا معروفه في حينا اليوم نحن نعرفوكم نعرف الوالد ونعرف الوالده والشباب يعلم الله اللي يسمعك. واكبر دليل انك جاك مستر عبد الرازق وجوكم الناس قلتوا حاضر ما عندناش مشكله والبناء العشوائي راح نحوله. لكن نحن خايفين ان يشجعوا الناس اللي حذاكم في شريط كامل لعند النهايه غادي. وقيلت عرفت في منقاها. نحن هذه مشكلتنا الا مثال ما عندناش في واحده. حتى عبد الرازق لما تناقشنا الموضوع هذا قلنا لهم بالنسبه عتم هذه ما عندناش في مشكله بك. الموضوع منتهي. وحيمشوا معانا ومع الصلاح وما همش مع لكن خفنا من ماذا؟ تو في محل جنبك من غادي ممكن يستغل حيندار الاخرى عليه والله يعني. وفي اخرى المبنى اللي بعدها بالشارع من قدامه حتى وسع يفتح لنا مجال. احنا هذا المقصد بس. الحقيقه نحن في حي فاطمه الزهراء نظرا لما لاحظناه من تسيب في الأجهزة الأمنية خاصة رجال الحرس البلدي والأمن العام والتخطيط ونظرنا مصلحة المنطقة ومصلحة الشارع شكلت لجنة في هذا الحي
واللجنة كان على رأسها مجموعة من المثقفين الشباب بارك الله فيهم. وجدنا بعض الإخوة حصلت منهم بعض الأخطاء البسيطة وتجاوبوا مع اللجنة، وكانوا مشكورين في مستوى الوعي وفي مستوى المسؤولية، وشاركوا في إزالة البني العشوائي وخاصة عائلة مهدي براعصة عيت جويفي. كانوا الأوائل مسبقين لإزالة سور بسيط، ونظرا لأن هذا السور قد وضعوه نتيجة القمامة والأوساخ وعدم تنظيم الشوارع، ولكن تجاوبا منهم وتنازلا منهم المصلحة العامة وبناء على طلب الحي قرروا إزالة الساس، وهذا يعتبر منهم جميل كبير. وأرجو من الإخوة الآخرين الذين قد قاموا ببني عشوائي أن يحذوا هذه الأسرة المباركة، وشكرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نترحم على الشهداء 17 فبراير. ونحن بالنسبة للبني العشوائي ما عندناش، لما جت اللجنة وحكوا معنا ما عندناش فيها جميل هذه تحويلة الصورة اللي دايريننا، وماناش خير من الناس اللي قدموا أرواح فداء لها الوطن، وما عندناش أي مشكلة معاكم واللي تبغوها حاضر بها يعني. مع عائلة الأخ مهدي يوسف وأعضاء اللجنة في فاطمة الزهراء نقدم الشكر، كل الشكر والثناء والتقدير لهذه العائلة، والتي إن دل فعلها إنما يدل على القيم والأخلاق وعلى عراقة هذه الأسرة وعلى طيب خيم هذه الأسرة. فبارك الله فيكم. الله يبارك فيك. واكثر الله من أمثالكم. ولكم إن شاء الله الأجر بإذن الله تعالى. حساب أنفسهم، منهم عبد الحميد بوميسي، منهم حياة صالح والأخواني، من أول قواعد المسجد هذا خالد بوعليش ويشحذوا خالد بوعليش. أيوه مبارك هذا عطيب مبارك جماعة تعبوا في بناء المسجد من الأساس إلى النهاية، يعني شحطوا المسجد وقام المسجد وقام في منطقة مباركة. وأهل الحي هذا نرى أول واحد لما بنينا هذا المقر تاع الجمعية كنا نهيجوا الغابة من تحت من الأرضية، يعني ما فيش حد. وكنا نقولوا أن بعثتونا على البيضة، قال المهندس أنتم الآن نص البيضة تقعد تشوفوا كيف تسحب بك، وبالفعل أحصلت. نحن عندنا مبلغ المسجد ومعي لجنة محترمة وما يقولوا شيء، وفي صيانة المسجد وإن شاء الله تتم صيانة المسجد. الحاجة الثانية الموضوع هذا نتاع الكومادي، الأول نراوتو كيف عرفت كم معي كومادي، يعني نعرف الشياب والكبر شوية راهو يأثر. بارك الله فيكم ما قمتوا به وسعادة اللجنة والجماعة هذول والشباب قايمين عليه هذا الحي، وإن شاء الله يكون مثالي، وإن شاء الله ليبيا ترد الرجرة كما كانت أيام إدريس، كما كانت أيام إدريس. أنتم تعرفوا ما حضرتوش إدريس ولا حضرتوا الاحتفال باستقلال ليبيا من 21 ديسمبر 51. كانت ليبيا آمنة متريحة. تو راه الأرض لله سبحانه وتعالى. نحن نقولوا أن الملك لله سبحانه وتعالى، وما نرجوه كان كويسات وزارا. المنطقة البيضاء راه منطقة جهاد صحيح، حتى أيام إيطاليا والحرب ما انتهى الجهاد والحرب إلا في الجبل الأخضر. عمار المختار، حسين الجويفي، هذا المجاهدين الأبطال العديدين هم أبناء ليبيا وأبناء الجبل الأخضر اللي دوخ الاستعمار. والحمد لله اليوم في خير مستقلين. لو كان شيء واحد نديروه احنا، نحن أنفسنا في نعمة، في فلوس نقيموا أنفسنا. اللي عنده ولاد يقول السلاح هذا كيف دوت يا ولد، بكرة يضرب واحد يقتله يشيلوه من البيضة، اللي يقتل ما يتريحش. نحافظوا على بلادنا، نحافظوا على بلادنا، نحافظوا على بلادنا. نحن من وسط هذا الجبل الأخضر، وكل ما يدور فيه من خير نحن نرحب به ونقوم به ونجاهد به.
مشرفين الله وإياك بالشر، ونحن إن شاء الله في بلد آمن مستقر يحفظها الله. والآن توا اللعبة والكرة في ملعب من؟ فينا احنا يا المواطنين. إذا استقمنا انتهينا بالخير والصلاح لبلادنا. حب الوطن من الإيمان. إذا حبيت وطني أنا مؤمن صحيح، وبالفعل وطننا اللي سألنا دماء جداتنا الأولين وشهدائنا تحت 17 أبرار، شباب دخلوا على الحرب بصدور عالية وحررونا وموتوا، نسوا جميلهم أبدا، هم أهل الفضل والله يجعل مثواهم الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله.